السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي ومتابعيني في كل مكان. إزيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. وطبعا إحنا زي ما بنقول رمضان كل ثانية فيها خير وبركة، وإحنا بنودع شهر من أجمل شهور السنة. بنقول لكم فيها كل سنة وأنتم طيبين، ووحشتونا جدا جدا جدا. ناس كتير جدا كلمتني النهارده مستنيين فين يا عم حسن الفيديو بتاعك، فين رأيك في اللي حصل النهارده وحكم المحكمة بعزل حنفي هيصة أبو حديدة من رئاسة نادي الزمالك، وإيه رأيك وهتقول إيه ورد فعل الناس اللي حواليك وبتاع. والله بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة، وما تزعلوش مني، في اللي اهم من حنفي هيصة ابو حديد بكتير. في شيء، في غصة داخل البني ادم، يعني في عندي غصة جوايا وحزين جدا من امبارح من مقاطع الفيديو الصغيرة اللي شفتها في السودان لجزء من جنودنا، جنود القوات المسلحة المصرية في السودان، وخاصة في مطار مروي، وهم قاعدين وبيتعامل معاهم الدعم السريع اللي هم شوية المرتزقة بتوع السودان. معاملة مش كويسة، ولما خلوهم يرقدوا ويزحفوا، فده مخليني من امبارح، يعني بالظبط من امبارح مش عارف انام ومتضايق. فمقابل المنظر والمشاهد دي بالحكم المحكمة ده، يعني ده لا يساوي شيء. حنفي لا يساوي شيء، اقل من الصفر على الشمال في المنظر ده. يعني انا لن استريح الا لما احس ان قواتنا المسلحه خدت حق هؤلاء الجنود، واعادت لهم كرامتهم، واعادت لهم هيبتهم من هذه المقاطع البذيئه الحقيره التي ان صدرت فانها تصدر من رعاع، من شرذمه، من زباله المجتمع السوداني. لان الناس اللي هم بتوع الدعم السريع دول كلهم، انا قلت قبل كده ان هم كلهم ميليشيات، يعني مرتزقه، وكل همهم الفلوس والسلطه، ولا يهمهم دوله ولا وطن ولا استقرار ولا اي حاجه. فالتذهب السودان الى الجحيم، وليجلس حميدته ده ولا حميده ده ولا زفت الطين على دماغ اللي جابه امه على مقعد الحكم بس. فانا في انتظار ما سيحدث من ردة فعل لقواتنا المسلحة الباسلة، وانا عارف ان احنا ان شاء الله هذا المشهد هيتصور مقابل لمشاهد كتير جدا جدا تعيد كل واحد لمكانه الطبيعي. ده بالنسبة للوضع. أما بقى بالنسبة لحكم المحكمة ده، من الأسبوع اللي فات من الحد اللي فات، وبعد ما طلع علينا تقرير المفوضين في مجلس الدولة برأيها بعزل مرتضى منصور أو عزل ما يسمى بحنفي هيصة أبو حديدة، أنا عارف إن الحكم النهارده هيبقى كده. هتقولي بقى طب هو انت محامي وعارف منين وبتاع؟ انا بدعي ان انا شغلي في الحكومه ليه علاقه كتير قوي الخبراء العاديين بتوع وزاره العدل والمفوضين ومجلس الدوله. يعني كتر الحزن بيعلم البكا زي ما بيقولوا. وبعدين اصلا اللائحه القانونيه اللي موع وسوف فيها وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، كان اصلا من اول ما اتنطق بالحكم ضد حنفي هيصة ابو حديده المفروض كان اتعزل، وكان ده بايد وزير الشباب والرياضه. ولكن طبعا لاننا كلنا عارفين ان وزير الشباب والرياضه المصري موالي وتابع وخانع ذليل لحنفي هيصة ابو حديده، فما كانش لا يجرؤ ان هو يطلع قرار زي دون. فقال لك لا، تيجي النوبه دي بقى مش بيدي، لا بيدي عمرو، لا بيدي، خليها تيجي بيدي عمرو، المحكمه هي اللي قالت. فانا لما انا بنفذ حكم المحكمه، ما اقدرش ما انفذوش يعني.
فالشيء يعني هقول لكم ايه، الحاجه الوحيده اللي هتزعلنا في هذا القرار ان حنفي يسا ابو حديده مش هيطلع علينا كل يوم بسمجاته بسخافاته ببذاءاته بطولة لسانه بالهرتله بالمواقف الكوميديه اللي بيعملها، اللي هو فاكر ان هو ناصح وفاطن يعني، وهو بهذه المهاترات بيقول ان هو اتفه من اي تافه في الدنيا يعني. مش انت كنت بتقول لبن العصفور سو سو للمدرب الجديد؟ طيب ماشي يا عم، ورينا بقى هتجيب له ايه بقى لبن العصفور السو سو؟ هتجيبه له فين بقى؟ هيجي لك البيت والحاج ام احمد تبقى تحلبه له من العصفور، ولا هتعمل ايه بقى؟ مش عارف هيحصل ايه. وطبعا هتطلع لنا الابواق المتشرذمه على مسرح الزمالك كوميدي وتقول لك ده معمول بفعل فاعل عشان مباراه السوبر اللي هي يوم 5/5، بترمز ايه ال 5/5 اللي هي 5 من صن داونز و5 من صن داونز. اوكي يا حبيبي، القضيه دي متداوله من اول ما صدر ضده حكم بالشهر السجن. الاربعه دول رفعوا عليه دعوه عشان يعزلوه كما تحدث وكما قالت اللائحه، فملهاش علاقه خالص بالسوبر ولا علاقه ب5/5 ولا علاقه باي حاجه. ثم تاكيدا لكلامي، هل حنفي يسا ابو حديده لاعب اساسي في ال11 لاعب اللي هيلعبوا يوم 5/5؟ لا. قال لي اي وضع او اي تاثير او اي كيان؟ لا. طيب كم لاعب في الفرقه بيحبوا بجد يعني بيحبوا او هيحزنوا على ان حنفي اتكشح؟ كتير، ويكاد يكون كلهم مش عايزينه، لان سبب المشاكل وسبب الفتن وسبب كل المهاترات وسبب كل وجع الدماغ اللي في نادي الزمالك هذا الحنفي ببذاءته وبطولة لسانه وبسلاطة لسانه وبتطاوله على أسياده وبتطاوله على الأشراف. أيوة على الأشراف. هو بيقول عكس ما بيحدث، وبقول لك أنا الشريف اللي بتهم الناس بقول على سرقات بيعملوها وأنا اللي بتحبس وهم لا. أنت كذاب يا حنفي، أنت كذاب والدنيا كلها عارفة إنك كذاب، واللي بيساعدك على كذبك ده طقم المطبلاتين والمعرضيه وهزاز الرؤوس معدوم الضمير والكرامه منزوعي الكرامه اللي بيطلعوا كل يوم في مسرح الزمالك كوميدي. انت لو عندك دم، ده لو وانا اشك 1,000,000% واكاد اجزم ان مفيش، لو عندك دم كفايه عليك كده بقى، وكفايه اهانه وكفايه تهزيء وكفايه انت غلبت عنتر ولبلب. يعني لبلب ادى عنتر 7 أقلام في الفيلم، لا لبلب بتاع العصر ده الكابتن الاسطوره الخلوق المحترم المؤدب المتربي ابن الناس الطيبين اللي بيتربى على طبليه ابوه، الاسطوره الحقيقيه في مصر والشرق الاوسط والوطن العربي وقاره افريقيا، الكابتن محمود الخطيب ادام الله عمره واعطاه كامل وموفور الصحه والسعاده، ادالك بدل ال7 أقلام بتوع لبلب ادالك اقلام وشلاليت وبواني وبصق وبالروسيات ونصاص، ادالك كل انواع الضرب، عمال يلطش فيك وانت تقع تتوحل في الطين وتقوم تقول له ايه ما تقدرش، يروح مديلك تاني. وسبحان الله ما بيمدش ايده، هو كله بالقانون بالورقه والقلم، وانت بتدعي انك محامي وانت طلعت في البضاله خالص عمال تتروق. الراجل عمال يروقك بالادب وبالاصول. امال بقى لو مد ايده عليك هيعمل فيك ايه؟ ده من غير ما يعمل اي حاجه، هو حاطط ايده في جيبه كده بمنتهى الشياكه والجنتله، برنس زي ما الكتاب بيقول، وانت عمال من السجن للعزل لدعاوي من الناس التانيه. ادي 4 من ال7 المبشرين بتوعك، ال7 اللي دايما بتقول عليهم ممدوح عباس وهاني شكري وهاني زاده وعبد الله جورج واحمد سليمان ومش عارف ايه، انت بتقول 7 دايما بترصهم كده، 4 منهم طردوك بره النادي، وال4 دول انت لاغي عضويتهم، هم طردوك بره النادي. تقول لا
ده دولة ممدوح عباس ودولة محمود الخطيب. خلاص يا سيدي، عرفت ان هي دولته، اقعد بقى احترم نفسك واحترم شعرك الابيض زي دقني دي كده، ماشي، وترمي اقعد في البيت. ولا المال الحرام حلو طعمه حلو، ولا نهر الفلوس الحرام اللي بيجي لك يصعب عليك انك تسيبه؟ كفايه كده، ما شبعتش؟ ما شبعتش انت وعيالك؟ ايه ده، انتوا خليتوا النادي جلد على عظم، ده ما بقاش في حتى عظم، ده بقى جلد بس شغل. كفايه بقى، كفايه اللي انتوا خدتوه ما شبعتوش. انت بتعمل، انت عايز تبقى اغنى من سميح سويرس؟ مش نجيب سميح سويرس اغنى واحد في مصر؟ بس سميح سويرس بيعمل شركات وبيعمل حاجات والجونه ومش عارف ايه، وبيعمل فلوس ويكسب بالحلال. انت بقى يعني ارحمنا بقى، ارحمنا. الفلوس الحرام عمت عينك خالص، كفايه كده. يعني سيب لنفسك مساحه، الناس ممكن تفتكر ليك حاجه، مش كله بذاءات بذاءات بذاءات. قول لي سبب واحد يخليك تقاتل وتحارب بهذه الوضاعه، ودايما بتتغلب ودايما بتتهان عشان تفضل قاعد على كرسي نادي الزمالك. بتستفاد ايه؟ انت بتقول ان انت ما بتاخدش فلوس ومتطوع واولادك متطوعين وبيصرفوا من جيوبهم، ده كلامك. طب ما يا عم بقى وفر الفلوس اللي اولادك بيصرفوها في الهبل ده، ويا ريت بيجيبوا نتائج ده بيفشلوا. واو يعني تخيل ان انت طول السيزون ده كله النجاح الوحيد اللي حصل امبارح ان فريق الطايره يكسب الاهلي في المجموعه الاولى من امبارح. هيلعبوا النهارده كمان، هما بيلعبوا على بطوله الدوري. يعني لو الاهلي كسب النهارده يبقوا متعادلين، يلعبوا مباراه فاصله. لو فاز النهارده ياخد الدوري، يبقى الحسنه الوحيده. تخيل. احترم نفسك بقى، واوعى تدعي تاني، اوعى تدعي تاني، عشان احنا مش سذج، ولا احنا جماهير الاهلي ولا جماهير الزمالك ولا جماهير الواء. مش سذج ان انت زملكاوي او بتحب الزمالك، عمرها ما كانت ولا هتكون. انت اكتر واحد ضر الزمالك، انت اكتر واحد ضر الزمالك، اكتر من ممدوح عباس بتاع العشريه السوداء. انت اكتر منه. يعني ممدوح عباس الناس كلها عمره ما ادعى ان هو بيعمل وبيسوي، لا لا لا، وبيقول لك انا بدفع وبعمل وبتاع ومفيش وما شفناش، ماشي اوكي. لكن احنا عارفين ان هو جاي واخد نادي الزمالك رياسه وجهه اجتماعيه. لكن انت شافت الزمالك، شافت دمه، مخليه ابيض على الابيض على الابيض زي ما بيقولوا، مش عارف تمثيليه ايه من التمثيليات. وضحك على الجمعيه العموميه الساذجه بكرسي وشمسيه وحمام نظيف. بس حرام عليك، اتقي الله في الزمالك بقى، واقعد بقى الشويه اللي فاضلين لك دول في البيت. اقعد يا اخي اذكر ربنا، زي ما الناس كلها اللي متغاظه مني وما بتحبنيش، واشقائنا في السودان اللي ما بيحبونيش وعمالين يشتموا فيا، يقول يا عم بدل ما انت كبير كده ورجلك في التربه اذكر ربنا بدل ما تتكلم في الكوره وتتكلم في البتاع. يا جماعه والله مش لازم عشان اذكر ربنا اطلع على فيديو واقعد اذكر ربنا قدامكم. يعني دي حاجه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اللي هيحاسبني مش انتوا. يعني بدل ما تقول لي كده قول لنفسك، بدل ما بتقول لي كده بتوعظني الموعظه الحسنه اللي انت بتقول عليها دي، وفي الاخر تشتمني بامي وبمراتي وباختي وبكل حاجه. يعني منين بتوعظني ان انا اتجه الى الله وانت تعرف منين انا مش متجه الى الله، وبتشتمني بافظع الشتائم بامي واختي ومراتي وكل العيله، ومع ذلك برضو لن تستطيع انك تستفزني. والمشاهد اللي شفتها امبارح اللي انا قلت عليها في اول فيديو، برضو انا عارف ومتاكد مليار في الميه ان قواتنا المسلحه هتمحيها من الذاكره ومن القلب بمشاهد يندى لها الجبين السوداني، عشان يعرفوا قيمه جمهوريه مصر العربيه. اما قوات الدعم السريع او المرتزقه اللي عايشين على السحت وعايشين على دماء وعلى اقتصاد السودان، ولا يهمهم شعب ولا يهمهم وطن، يهمهم بس ملو كروشهم ونفوذهم ويقعدوا على كرسي الحكم،
ان شاء الله هتسفوا التراب وهتلحسوا التراب، ومناخيركم دي هتتقطع في الارض من الجرجره على وشكم من القوات المصريه وليست السودانيه. وانا بقولها اهو، ان شاء الله حق ولادنا المصريين هيرجع تالت ومتلت و20 مليون كمان. اما حنفي فليذهب الى مزبله التاريخ الرياضي والسياسي والمجتمعي، ويقول خلاص استريحنا بقى. اتمنى بقى شويه الدلاديل دول يفوقوا والوسط يهدى ويتعدل كده عشان ربنا يكرمنا، وان شاء الله رب العالمين امل خير في الوسط الرياضي ان شاء الله، وان تدب الروح مره اخرى في جسد الزمالك المنهك الهزيل اللي يعني خلاص ما بقاش فيه نفس، ولا ماديا ولا رياضيا ولا اجتماعيا ولا اي حاجه. قضى على كل شيء، قضى على الاخضر واليابس هو وعياله. وان الاوان ان الزمالك يرجع لاصحابه، ان الزمالك يرجع لاولاده، رموزه الحقيقيين المحبين الحقيقيين لنادي الزمالك، وليست شله المنتفعين الفسده المطبلاتيه هزاز الرؤوس منزوعي الكرامه. انا عارف ان هو هيعمل طعن، الطعن لا يوقف الحكم، الحكم لازم غصب عن عين اشرف وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي، غصب عن عينه لازم ينفذ الحكم، والطعن ياخد وقته، وفي الاخر ان شاء الله برضو لن يصح الا الصحيح، وسيتطهر نادي الزمالك من الاوبئه والجراثيم باذن الله، ويعود الى سابق عصره الذهبي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.